احمد زكي رمى سيناريو فيلم البيه البواب على الارض قدام كل الفنانين، وقال وهو بيرميه عادل امام ده شخص مش سالك. تبدا الحكايه لما كان احمد زكي في لوكيشن تصوير فيلم زوجة رجل مهم، واول ما خلص تصوير مشاهده لقى احمد زكي المكير بتاعه محمد عشوب جايله وبيقول له: يا نجم انا جبت لك سيناريو فيلم جديد هيعجبك جدا، فيلم عبقري. احمد زكي مسك السيناريو وقرا اسم الفيلم وقال له: حلو اسم الفيلم ده، البيه البواب. محمد عشوب انبسط جدا وقال له: يعني خلاص يا احمد وافقت على الفيلم؟ احمد زكي بص له بضيق وفجاه رمى السيناريو على الارض وداس عليه. عشوب ما بقاش مصدق نفسه من تصرف احمد زكي، اللي راح زعق فيه وقال له حاجه ما كانش عشوب يتوقع. لو وصلك الفيديو عمل لك وشير واكتب في تحت وسطك ساعد الفيديو في الانتشار. يكمل الحكايه الكاتب الصحفي عادل حموده صديق احمد زكي في كتابه في صحة أحمد زكي، وبيقول إن أحمد زكي لما رمى سيناريو فيلم البيه البواب قال بصوت عالي لمحمد عشوب: أنا مش بمثل فيلم من فضلات عادل إمام، أنا قريت خبر في الجورنال عنوانه أخيرا استقر عادل إمام على فيلم البيه البواب، فأنت جايب لي السيناريو عشان أبقى بديل عادل إمام؟ لكن محمد عشوب لما اتفاجئ بموقف أحمد زكي تمالك نفسه واستنى لما هدي خالص وقال له: خلي بالك يا أحمد، أنت رفضت قبل كده فيلم الكتكات وبعدها وافق عليه محمود عبد العزيز، والفيلم نقله نقله نوعيه وانت ندمت عليه، فبلاش تاخد موقف من فيلم ممكن يبقى كويس. وقتها احمد زكي رجع في كلامه ووافق على الفيلم. لكن ايه سبب رفض عادل امام لفيلم البيه البواب؟ الحكايه ان عادل امام كان عاجبه السيناريو جدا وطلب فيه بعض التعديلات، وفعلا اتعملت له التعديلات دي، واتفق مع المنتج وخلاص خد العربون ويجهز للفيلم وقرب ميعاد التصوير. لكن فجأة عادل إمام كلم المنتج وقال له: أنا لازم أغير المخرج، لأنه كان رافض يشتغل مع المخرج حسن إبراهيم، واشترط على المنتج يجيب المخرج محمد عبد العزيز لأنه عمل معاه حوالي 18 فيلم. المنتج وقتها رفض وعادل إمام شد معاه وانسحب من الفيلم، وراح المنتج عرض الفيلم على أحمد زكي اللي وافق عليه. لكن دي مش بس مفاجآت فيلم البيه البواب، توزيع الأدوار كان مختلف تماما. يعني عندك دور مرات البيه البواب اللي عملته الفنانة موجة عبد الرحمن، دي مش أول فنانة اترشحت له، كانت أول فنانة هي ميرفت أمين. والحكاية إن أحمد زكي لما قرا السيناريو كان بيصور زي ما قلت لك فيلم زوجة رجل مهم، وأول ما قراه عجبه جدا ونده على ميرفت أمين وقال لها: أنت معايا في الفيلم الجديد، وفعلا هي وافقت على الفيلم وقالت له فيلم جديد وفكرته حلوه. لكن بعد كده تراجعت عنه وده كان سبب خلاف كبير جدا بينها وبين احمد زكي. فالمنتج رشح على احمد زكي اكتر من فنانه للدور ده، وهما الفنانه امال رمزي وسوسن بدر وسلوى عثمان وفريده سيف النصر. فاحمد زكي وقتها ما اقتنعش قوي لدرجه انه قال للفنانه امال رمزي اللي كانت صديقته: انت شقره وهانم في نفسك، وانا عايز اجيب واحده باين عليها ان جايه من البلد ويكون الشقه باين على وشها، واختار بين كل دول موجة، بس طبعا قلل في مساحة دورها. لكن مش بس البيه البواب هو اللي كان رايح لعادل امام وقبله احمد زكي، في افلام كتير جدا. تعال اقول لك بعض اسماء الافلام دي اللي كانت رايحه لاحمد زكي واخدها عادل امام والعكس. بيقول عادل حموده في كتابه ان احمد زكي قال له ان فيلم عمارة يعقوبيان كلمه عماد الدين اديب ووحيد حامد عليه، وطلب احمد زكي الاول السيناريو ورفض ياخد اي عربون منهم الا لما يقرا السيناريو، واتفاجئ بعدها ان عادل امام اتفقوا معاه باعلى اجر وقتها وقيمته 8 مليون جنيه. فيلم تاني وهو فيلم معالي الوزير كان رايح المره دي لعادل امام، وراح وحيد حامد قدم الفيلم للزعيم اللي اول ما قرا السيناريو قال له: ايه يا وحيد، هو خلاص عادل امام دخل في مرحله زكي رستم؟ ايه الدور ده ما فيهوش اي كوميديا، كله شر. وراح وحيد حامد ادى الفيلم لاحمد زكي اللي عجبه جدا. في نهايه الفيديو قول لنا لو كان عادل امام عمل دور البيه البواب كان هيبقى افضل من احمد زكي ولا لا؟ شاركونا برايكم في التعليقات وعجبكم الفيديو، لايك وشير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على الفيسبوك.